يمكن القضية التي شغل الناس الآن هي قضية خروج أو سفر الأمريكان والأوروبيين الذين كانوا متهمين في قضية تمويل المنظمات. يمكن حضرتك كلنا نذكر أن أول ما أشيعت هذه الأخبار أن هناك قضايا على منظمات المجتمع المدني وأنها تمويل خارجي، حضرتك قلت أن الموضوع ده تمثيلية، فأنا أخذت كلام فضيلتك على أنه تمثيلية وبدأت أحاول أفهم لماذا تقصد أنها تمثيلية، فجي في ذهني معنى تأكد بعد هذا القرار برفع الحظر من السفر ان كأنها رسالة بتقول للشعب خلوا بالكم احنا مش هنقدر نعمل حاجة الا التي ترضي امريكا، وخلوا بالكم مش هينفع تختاروا رئيس الا اللي تكون امريكا راضية عنه، فاحنا مش هنقدر نواجههم حتى في قضية كان في امكاننا ان احنا نسيطر عليها. هل هذه القراءة مني تعتبر اختيار صحيح ام مبالغ فيه؟ وأولا احنا لازم نضع في اعتبارنا بعض المعاني الحقيقة اللي هي مفردة واحدة واحدة كده بحيث انها مع بعضها ترسم الصورة. انا مش عايز اقدم تحليل او رأي بقدر ما اقدم المفردات اللي ممكن توصل الانسان انه يعرف الدنيا ماشية ازاي. دلوقتي انا عندي اولا قبل ما يصدر القاضي قراره بإلغاء منع المتهمين من السفر بيومين وزيرة الخارجية الأمريكية قالت خلاص القضية في طريقها إلى الحل في خلال ساعات. فدايما يأتي السؤال، منين عرفت يا وزيرة الخارجية الأمريكية أن الطريقة هتحل وأن القضية هتحل قبل ما القاضي أصلا يصدر قراره، قبل ما هيئة المحكمة الأقدم أو الأسبق تتنحى؟ الحاجة الثانية أن الطيارة الأمريكية تحركت إلى القاهرة ووصلت إلى مطار القاهرة ورابضت في المطار قبل ما القاضي يصدر قراره. فأول ما القاضي أصدر قراره كانت هي جاهزة تتحرك. منين عرفت أمريكا أن في موضوع هيتحل والطيارة هيبقى في حد ركاب لها قبل ما القاضي أصلا تعرض عليه الأوراق عشان يصدر قراره؟ المسألة الثالثة أنه إحنا كنا في مؤتمر صحفي قبل هذه الحادثة بيمكن أظن يعني ب10 أيام أو حاجة، كان أمام السفارة الأمريكية، وذكرت في هذا الكلام أنه هذه القضية لابد ومقدر لها أنها لازم تنتهي قبل أن يتسلم الرئيس الجديد الرئاسة وقبل ما تنتهي الفترة الانتقالية، وأنه مش هيسلموا الرئيس الجديد والقضية دي منظورة. فطبعا الحقيقة ساعتها المحكمة اللي كانت بتنظر القضية فاجأت الجميع بأنها أجلتها لكذا و20 إبريل. كذا و20 إبريل معناها أن القضية مش هتخلص السنة دي. فإذا بالأمر يحدث أنه ضغط على رئيس المحكمة وأنه يستشعر الحرج ويتنحى، وأن المحكمة الجديدة أهي حددت 10 مارس وليس كذا و20 إبريل، بحيث أنه القضية تنتهي أسرع من كده. النقطة التالية وهي الحقيقة أيضا في قمة الخطورة أن الطائرة التي سافرت بالمتهمين لم تسافر بالأمريكيين بس، ده اتضح بعدها أنه سافر عليها 13 واحد، وبيقولوا أنهم أعلنوا أنهم أكثر من كده بعدها، لكن اللي أنا كنت سمعته 13 واحد من جنسيات غير أمريكية. لما أحط ده جنب مسألة أنه تاريخ الحكم في قضية محاكمة حسني مبارك تحدد له 2/6 اللي هو قبل تسليم الرئيس الجديد أيضا السلطة، الحقيقة معناها إلى جانب بقى أنه المؤشرات الخاصة بانتخابات الرئاسة، أن احنا عندنا مادة دستورية بتحصن القرارات. يعني لو جات اللجنة قالت والله أنا مش هقبل أوراق فلان، خلاص ما حدش يقدر يطعن على هذا. ولذلك أنا بقول هو واضح أنه ليس هناك ضمانة لمسألة الانتخابات إلا ثورة الشعب المصري، أنه هو شعب واقف على رجليه. لكن أنا في الحقيقة يهمني أوجه كلمة مهمة جدا إلى الساكتين اللي قاعدين يبتلعوا. إحنا يا أخي الكريم قاعدين نبتلع إهانات، إهانة بعد إهانة. المجلس العسكري أصدر قوانين بليل استباقا لانعقاد مجلس الشعب وابتلعناه. الإسرائيليين قتلوا المصريين على الحدود المصرية في رمضان اللي فات وابتلعناها وما بنسمعش أخبار عن التحقيق. الجاسوس الأمريكي الإسرائيلي اللي كان موجود وهربوه وفي مواجهة بعض المتهمين في قضايا جنائية زي تهريب داعرات ومتهمات بالدعارة وما إلى ذلك ابتلعناه. قاعدين نبتلع. الحقيقة الذين يكلموننا عن انه معلش واصبروا وحاضر وكده شجعوا على ابتلاع المهانة والإهانات، وآدي الصورة
مستمرة بهذا الشكل. ولذلك ليس هناك إلا أن يكون هناك شعب ثورته الحقيقية هي الدفاع عن لحظات تسليم السلطة، عن عدم تزوير الانتخابات، عن أشياء كثيرة. الانتخابات الرئاسية هيفضل التصويت 7 أيام في السفارات المصرية، يعني 7 ليالي بيبات فيهم الورق مع موظفي السفارات، وبعدين في الآخر يفرز ويرسل. الحقيقة ودي ممكن تبقى بالملايين. فالحقيقة أنه ليس أمامنا إلا مسألة حراسة الشعب للقرارات اللي ممكن تصدر باستبعاد مرشح أو بامتناع عن قبول أوراقه أو بعدم إدراجه في الكشوف أو بإسقاطه من الانتخابات أو بالفرز أو ما إلى ذلك، لأنه واضح أن الصورة فيها يعني. طيب اسمح لي، أنا عايز أناقش مع حضرتك تفاصيل مسألة لجنة انتخابات الرئاسة، بس خليني في نقطة التمويل وقضية واشنطن والعلاقة. واشنطن النهاردة عبر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بيقول أن المسؤولين في مصر أدركوا أن التعقل أفضل جزء في الشجاعة. تقرأ إيه في هذه الرسالة؟ هي هيلاري كلينتون لما كانت جات في الأول وقالت لهم، فردت الحكومة المصرية ان دي قضية قضائية وان فيها مسائل معروضة قدام القضاء وانه القضاء هو اللي بياخد قرار، فكان رد هيلاري كلينتون عليهم الحقيقة منتهى الوضوح، منتهى الصفاقة، منتهى الصراحة. قالت لهم طيب الكلام ده كله شغلكم انتوا، عليكم خلصوا الكلام ده وهاتوهولي جاهز. يعني لا معنى لديها لمسألة القضاء ولا شيء، انتوا الكلام ده داخلي وخلصوه. فما فيش شك طبعا انه كلمة انه مصر ادركت ان الموضوع تعقل معناه انه اذا كان الرئيس القادم او اذا كان الحكم الحالي، الاول خلينا في الحكم الحالي، حكم شايف انه الامريكان لازم اذا ما ضغطوا يستجاب لهم، وجبنا رئيس قادم طالع من نفس البوتقة او حتى مواقفه مش واضحة تجاه هذه القضية، معناها انه سيظل الشعب لا يساوي شيئا. احنا شفنا وزي ما انا قلت برغم خلافنا الشديد جدا مذهبيا وعقائديا مع الايرانيين، انما لما امريكا نرفزت ايران راحت عملت مناورات بحرية في الخليج العربي. يعني الحقيقة وانا مش الواحد يكاد يكون لا يصدق، راحت تعمل مناورات بحرية عسكرية في الخليج العربي قدام القواعد الامريكية اللي في قطر واللي في الامارات واللي في الخليج العربي وفي وسط الملعب العربي، ومحدش عارف يدوسها على طرف. فطبعا لا شك انه اذا كان الحكم القادم حكم مش هيقدر يقول لامريكا انه احنا لنا مقابل. طب ما احنا لنا، احنا عندنا الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن ده اذا كانت اوروبا لم تستحي انها تدافع عن المتهمين بالنازية وتقول ان هم، مع انه اوروبا عدوة للنازيين، انما قالوا انه سجنهم لفترة طويلة جدا بهذه الصورة يعتبر شيء ضد الإنسانية وطلعهم لنا. فالحقيقة احنا وعندنا آخرين حقيقة مسجونين، ومن ضمنهم ناس عندهم مخترعات علمية وتقدم علمي في بعض الأمور خاصة برادارات الطائرات وعدم رصدها وما إلى ذلك، يعني كان ممكن تستخدم. فالحقيقة انه الصورة ده منهج حكم، ولذلك احنا ما لم نكن، يعني التصريح ده اللي بيتقال ان مصر عرفت ان ما فيش فايدة، معناها ان المسألة بالضغط. وعايز اقول لحضرتك، وانا كنت بقول هذا الكلام في عهد حسني مبارك، كنت بقول ان الحكام العرب الموجودين حاليا كل واحد منهم عنده نقيصة، عنده حاجة مخبيها بيهدد بيها انه هنفضح الشيء الفلاني. فهو مش بيخضع بس كرئيس دولة، هو بيخضع لانه عنده شيء متصور ومعد له، إما فضيحة نسائية وإما فضيحة مالية وإما تسجيل وإما عمالة وإما خيانة وهذا الكلام لرؤساء دول متعددة مش دولة واحدة. فلا شك طبعا أنه إذا كان من يلي الحكم من نوع اللي عنده إيده بتوجعه ولا عنده بطحة ولا خايف من شيء، لا شك أنه يسهل دائما التأثير عليه وإصدار الأوامر إليه بصورة أو بأخرى. إنما يوم ما يبقى حد الحقيقة انحيازه كامل وانتمائه وما بيحاولش يقول كلام، ده خطير جدا. الكلام المزوق ده الواحد بيسمع ساعات كلام مقصود بيه انك ما تقولش حاجة، يعني ما حدش يزعل في الاخر، كله يبقى نرضي جميع الاطراف. بالظبط، كله يبقى حلو، يعني كذا انه لا نقبل كذا ولكن كذا كذا، ولا يمكن كذا انما برضو كذا، يعني حاجة الحقيقة
الواحد ساعات وهو بيسمع هذا الكلام بيقول أي رجال هؤلاء. فلا شك ان لو المسألة هيبقى القرار بالشكل ده، الاشخاص هماهم اللي كلامهم يحمل الوجهين، معناها ان احنا ناويين نضيع البلد. وربنا يلطف يا رب. ربنا يلطف.